السلام عليكم. تعالوا نشوف ازاي جددت المكتب ده بالتفصيل في 6 خطوات. في عميلة بعتت لي ان هي عايزة تجدد المكتب القديم ده، كان بتاع بابا هو اللي مصممه لها وهي عايزة تحتفظ بيه في شقتها. فعايزين نجدده بقى الشكل ده الحمد لله. كنت عايزاه فينتج الشكل القديم كده شوية، وده كان شكله بقى في الأوضة بعد ما اتفرشت. واستخدمت في تجديد المكتب ده الشوك بينت بتاع اولو. بصراحه ممتاز، اللون البني الشوكولاته لدرجه ان ابني افتكره نيوتيلا وكان هياكله. طيب اول خطوه طبعا واصعب خطوه هي الصنفره. انا عشان اسهل على نفسي فجبت صنفره كهرباء. بس هجيلكوا في الاخر بالاداه اللي هي اليدويه، الفاره اليدويه دي برضه هوريها لكم. صنفرت بقى كل المكتب من جميع الجوانب. مش محتاجه ان انا يعني اصنفر الطبقه كلها، بس هخشن السطح كويس، فبستخدم صنفرة 60 واعمل بقوة بقى علشان اصنفر واخشن السطح كويس اوي، اشيل طبقة الورنيش دي على قد ما اقدر. وبعديها برضو باستخدام التنر الحامي بمسح، فبرضو بيدوب لي طبقة الورنيش عشان اضمن ان التشوك بينت يمسك فيه بعد كده. في ناس تقول لك استخدم على طول التشوك بينت ومش محتاج انك تصنفر، بس طبعا لان ده حد بره ومش حاجة تفضل في بيتي هبقى متحكمة فيها، اخاف ان الدهان مع اي خبطة يقع. ده شكلي بعد ما خلصت صنفرة. وطبعا بشيل كل بقى الحاجات اللي طلعت من الصنفرة. ونضف بقى الخشب، وبنضف طبعا الأرض والطرقة والشقة اتردموا الحمد لله، بس يعني كل يهون في تجديد الأساس. دي بقى الفارة اليدوي بعمل بيها كده وبخشن بيها، وبعد كده امسح بالفوطة. وهنا انا كنت بأسس الدرج علشان اما احط عليه الورق يبقى من تحته الخلفية بيضة ويمسك كويس. بعد كده دي الخطوة التانية اللي هي التنر الحامي. دي التالت خطوة هي المعجون. طب بشوف بقى الترميم ايه. هنا كنت بنزل تحت المكتب عشان اشوف الحاجات اللي عايزة تترمم وعشان اصنفر. هنا رممت بقى وشيل القشرة اللي على الخشب لان كانت مكسرة جدا. وبعدين اديت لها برضو طبقة معجون وابتديت الون. اديت الوش الاول وبعد كده ده الوش التاني، بمشي في اتجاه واحد. هنا بعد ما اديت الوش التاني لقيت ان في حتت باين ان فيها حفر، فاديتها معجون وصنفرتها، وبعد كده اديت تاني وش من اللون. هنا بقى هبدأ الورق ده غلبني غلب السنين. كان في يعني مشكلة كبيرة كده خلاني طبعت الورق 7 مرات. دلوقتي انا هنا كنت لسه في اول مرة عادي طبعته. وكانت الخلفية لونها كويس جدا، وطبعة الدرج الطويل ده اللي على الشمال والدرجين اللي على اليمين طبعهم. عملت هنا غلطة ما نفعتش قوي. كنت لزقت المكتبين في الدرجين في بعض بلزق يعني عادي كده علشان احط الورقة مرة واحدة، ولما يتحطوا تحت بعض يبانوا ان هما الرسمة متكملة. فعملتها ورقة واحدة ولزقتهم مرة واحدة، ولما ينشفوا كان المفروض في الخطة ان انا اقطعهم بالقطر. بس لما جيت عملت ده طلع ان الورنيش دخل بين الدرجين ولزقهم في بعض، فكانت صعبة قوي ان انا اقطع. وهنا بقى فتداركت الموضوع ده وعملت يعني ظبطته تاني، هوريكم ازاي برضو. هنا بقى كنت بدهن الجنب بالوش التاني على ما الدرج ينشف. بمشي في اتجاه واحد، ما بطلعش، ما بقاش فوق وتحت، لا يمين شمال كده. وبرضو يعني ما احاول ما ميلش الخط كمان لو عايز. وممكن يبقى معايا سبراي بخاخ كده زي ما عملنا في الفيديو بتاع الترابيزة، برضو علشان يخلي الفرشة تمشي بسهولة. بس هو بصراحة كان تقله حلو. الورق بقى بعد ما بينشف بروح عاملاه بالصنفرة الخشنة عشان اشيل الاطراف. بعد كده بقى لون الاطراف بالرولة. وبعد كده بدي العزل هنا بستخدم في التشوك بينت في كذا طريقة. في ناس بتدي سبراي دوكو شفاف، بس في ناس بيدوا الواكس ده، انا بحبه لو انا فعلا عايزة التأثير بتاع التشوك بينت يبان الفينتج
وانه قديم فبدي طبقة الواكس. وبعد كده وفي بيستخدموا اللي هي الخلطة الخطيرة، العزل اللي هو اللي بيبقى غيرها على ورنيش مائي اللي بنعزل بيها الديكوباج العادي. هنا بصوا بقى في الورق ده طباعة تاني مرة جيت اطبعه عشان كان في مشكلة، فطبع لي لون تاني خالص للخلفية. فاضطريت ان انا اطبعهم كلهم من الاول وجديد تاني بالجيسو علشان يبقى كلهم نفس الدرجة. وما اتطبعتش من اول مرة بدرجة الصح اللي هي بني المحمر دي، زي ما انتوا شفتوا كانت طالعة فيها اخضر كده. دي بعض الحوادث بقى انا بيجي على وشي وطبعا على ايدي اكيد. وعشان الدرجين عملت خط فاصل في التصميم علشان ابقى عارفة بالظبط انا في 50% هقدر اقص ويسهل عليا. وهو ده كان شكله الاول، وبعد ما صورته العميلة قالت لي انا عايزة الضلفة كمان يبقى عليها ورود لان الاوضة كلها بالبنيات. فانتوا ايه رأيكم، اني احلى اللي في الاول ولا دي؟ ولو عجبكم الفيديو متنسوش دعوة حلوة ولايك وسبسكرايب. مع السلامة.